وكافي كافي، صارت 12 سنة كافي. لحد ايمت رح نتألم؟ لحد ايمت رح نشوفها كل يوم كأنها إبادة؟ صارت من جديد. هسا قربنا ل3/8. ست احنا مفرتحين، يعني صرت أساني قوة، يعني ساكتة قوة دا أحكي لك والله العظيم. الحكي كله نسيته أمانة الله. يعني أنا من أجيب طاري ابني والوضع اللي صار بابني، يعني يمكن أقول لك يعني أكو كلمات هواية تروح من عندي. من خلال هذه السلسلة نسلط الضوء على أصوات أشخاص معنيين بتنفيذ قانون ناجيات الإزيديات، الذي كثيرا ما وصف بحبر على ورق، تشكيكا إشارة إلى التشكيك بالتزام الحكومة العراقية بتنفيذ وتقديم التعويضات الذي طال انتظاره بموجب هذا القانون. نستضيف في هذه الحلقات أشخاص يعملون إلى تحويل هذا القانون إلى واقع ملموس، وأيضا نناقش قضايا العدالة الجنائية والمساءلة في العراق. أهلا وسهلا بكم. إن التعافي الحقيقي وتحقيق العدالة بعد الجرائم والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال التضامن. في 10 من حزيران نظم تحالف التعويضات العادلة بالتعاون مع مؤسسة جيان لحقوق الإنسان ومنظمة ضحايا العراق في سبايكر بمشاركة عائلات شهداء سبايكر وناجيات إزيديات حدثا في بغداد بعنوان من القوانين إلى العدالة، إحياء ذكرى 12 لمجزرة معسكر سبايكر. وشهد المؤتمر إطلاق دراسة مقارنة التي أعدها التحالف حول تنفيذ قانون الناجيات الإزيديات وقانون سبايكر، وعرض أبرز نتائجها. لم يكن الهدف من هذه الدراسة إصدار تقرير جديد وحسب، بل استخلاص الدروس من تجارب التنفيذ المختلفة والاستفادة من خبرات الأشخاص الذين وضعت لهم هذه القوانين، أي ضحايا العنف المرتبطة بالنزاع من مختلف المكونات الذين قد تختلف خلفياتهم ولكنهم يتشاركون الألم والمعاناة والتطلع إلى العدالة. ينضم إلينا اليوم في هذه الحلقة ضيوف من مجتمعين مختلفين، إحداهما ناجيات اليزديات والأخرى من ذوي ضحايا مجزرة سبايكر من المكون العربي الشيعي. سنتحدث معهم عن دروس المستفادة من تنفيذ هذين القانونين، وكيف يمكن أن تسهم هذه التجارب في بناء سياسات أكثر مراعاة للصدمات النفسية وأكثر استجابة لاحتياجات الناجين وذوي الضحايا، وكيف يمكن للألم المشترك أن يشكل أساساً للتضامن والتعافي الجماعي. يبث هذا الحوار في 3 من آب تزامناً مع ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإزيديون، ورسالة أمل بأن التعاطف والتفاهم والتعاون يمكن أن يحدث تغييراً حقيقياً. اليوم ويانا ضيوف. الأولى سيدة سميرة محمد، وهي إحدى أمهات إحدى المفقودين من مجزرة سبايكر، وهي أيضاً مسؤولة قسم المرأة في منظمة سبايكر. وأيضاً ويانا السيدة أديبة مراد، هي ناجية إزدية وأيضاً مدافعة حقوقية ضمن شبكة الناجيات الإزديات. أهلاً بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا نبدي المقابلة بتجربتكم ويا القوانين التعويضات، إذا كانت قانون سبايكر أو قانون الناجيات اليزيديات، شون هذا القانون قدر يخفف أو يساعدكم حتى لو بشكل جزئي على تخفيف الآثار الجرائم اللي ارتكبها داعش بحقوقكم أو حقوق عوائلكم؟ نبدي بأم مصطفى. بالنسبة للقانون ما نصف ويانا، وإحنا عانينا هواية معانينا، يعني راجعنا المؤسسات، راجعنا يعني بشغلة المعاملات، راجعنا بيهم بالمعاملات. ست يا مكان نروح له ما يستجيب إلنا، يعني وإحنا ظروفنا كل صعبة، معاملاتنا والمستمسكات عد ولدنا، يعني عانينا هواية بوقتها، يعني شلون نمشي معاملة ومعاملات ما عندنا، مستمسكات ما عندنا. ست ما تجاوبوا ويانا، ما ساعدونا، يعني بحيث من نروح نقول لهم كل ذبنا يعني واحد يذبنا على الآخر. لا مو يمنا الشغلة، لا مو يمنا الشغلة، زين يابا وين الشغلة؟
يعني تعبانة، وإحنا نفسيتنا تعبانة، ما ساعدونا على معاناتنا. بالرغم يعني نطل تعبنا من طلعنا المستمسكات اللي كانت عند ولدنا، معاناة طلعناها، ومن الراجع هماتنا يعني ما يستاهلون ويانا. يعني تأخيرات، تأجيلات، روح وتعال، واحنا اعصابنا تعبانه. يعني ما استاهلوا ويانا، ما ساعدونا، ما عانونا. يعني هذا الشيء احنا يعني كلش نتألم من عنده، وكلش تعبانين من عنده. يعني احنا نقول يعني احنا من ينظر إلنا يعني بعد معاناتنا. يعني قلها قولوا هاي فاقدة ابنها، قلها قولوا يعني المتحملة الألم والجراح اللي صار بولدنا، عينونا ساعدونا. احنا تعبنا، احنا يعني كفاية اللي شفناه بولدنا، الصور اللي تنزل دائما. يعني احنا ما ظل عندنا شعور ولا ظل عندنا صحة حتى بعد نتحمل. ما قاعد نتحمل، وماكو أحد يعني يستجيب لنا ويساعدنا بالهذا الشيء. أكيد، وهاي أقل شيء هذا أقل شيء. إيه يعني صحيح. السيدة أديبة، إذا هم تحجين على تجربتك ويا قانون الناجيات اليزيديات. نعم، شكرا لكم على استضافتي على هذه الحلقة. بالنسبة لقانون الناجيات الإيزيديات، صراحة كان بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناجيات الإيزيديات والمجتمع الإيزيدي كانت خطوة مهمة جدا، لأن أول مرة هذا الشيء بيصير بالعراق. صراحة ما كنا مصدقينها، وخاصة القانون باسم الناجيات الإيزيديات. صح، التعويض ما راح تعوض الشيء اللي مررنا أو تعرضنا له، لأن الشيء اللي تعرضنا له يعني أكبر بكثير من التعويضات أو من راتب شهري أو وإلى آخره أو قطع الأرض. ولكن كانت خطوة مهمة، على الأقل شعرنا أنه الدولة أو الحكومة اعترفت رسميا بما تعرضنا له من صار هذا القانون. وفي عدة بنود موجودة بالقانون، هي صراحة جدا مهمة هذول البنود، ولكن هم أكتريتهم قيد التنفيذ. فجدا مهمين أنه تنفذ هذول البنود حتى الناجيات يعني تتعافى من الألم اللي مرت به. وشكرا أكيد. لكم. احنا نريد هم نعرف تجربتكم ويا إجراء تقديم الطلبات أو إثبات الاستحقاق. شلون هذا الشيء كان وياكم؟ هل كان أكو سهولة أو تسهيل بالموضوع، لو كان أكو تحديات وصعوبة بتقديم الطلبات أو حتى إثبات الاستحقاق؟ ست لا، قلت لك يعني كان صعوبة بالتقديم المعاملات وبأي شيء يعني نروح نستشيرهم أو ناخذ منهم معلومة. يعني بصعوبة، كل شيء بصعوبة يعني لاقيناه من عندهم. ست قلت لك ما ساعدونا، ما عانونا، واحنا يعني متضررين متأذين. ست يعني هم أقل شيء يعني ما بردوا قلبنا بالمجرمين اللي ما نفذوا، بالمجرمين اللي قتلوا ولدنا ما نفذوا بإعدامهم. ولو شيء بسيط يعني برد قلبنا بيهم، خلونا يعني مثل المذبوحين. خلونا يعني يوميا نعاني نقول ليش ما أخذوا حق ولدنا؟ ليش إحنا ولدنا راحوا بدم بارد؟ ليش مستهانين بينا إحنا كأمهات، مستهانين بولدنا؟ هذا يعز علينا، يعني هذا الشيء يعني كلش يؤلمنا. زين ليش المذنبين يعني هم حكموا عليهم بالإعدام، يعني ليش ما ينفذون بالإعدام؟ يعني بإعدامهم ليش هم هسه يعني بالسجون مرتاحين؟ إذا بالصيف التدفئة قصدي التبريد، وإذا بالشتاء التدفئة عليهم، وهم يعني عايشين بصحة جيدة، وإحنا متأذيين. وإحنا أقل شيء بحقنا، أقل شيء يبرد قلبنا يعني هم بتنفيذ إعدام المجرمين سبايكر. ونتمنى هذا الشيء، مو قلت لك يعني ست يعني قليل يبرد قلبنا. هذا اللي نريده، والحكومة العراقية ما تنفذ هذا الشيء. حتى الأمهات اللي جمرة بقلوبهم
اللي جمرة بقلوبهم شوية خوف. يعني أنا اللي أشوفك بصراحة أحكي وياك، يعني يمكن من أجي هناك أكو هواي كلام أنا أنساه، مو مثل ما عايشته أني بالبيت. أكيد. يعني بالبيت يا إنسان يعني هواي يطلع حكي من عندي. وإحنا دا نسوي هاي الحلقات حتى نقدر نوصل اي صوتكم ست، يعني أكثر. احنا يعني قضية ولدنا ما قاعد نقدر ننساها. هواية من الأمهات عانن بحسرة يعني يقول يوم نتمنى يوم اللي نشوف يعني ولو إعدام هذول اللي قتلوا ولدنا حتى هذا القلب يبرد. هذا صار 12 سنة ننتظر هذا الشيء حتى شوي يخفف عن آلامنا، عن تعبنا. نقول ليش احنا احنا يعني قهر، يعني متأذاين، يعني ليش هم بالسجون؟ أكيد. ليش بالسجون مرتاحين ياكلون ويشربون؟ ما عدا جوز يطلعوهم بسكوت واحنا ما ندري ليش. هل دم ولدنا هيك؟ يعني هل الحكومة العراقية مستهانة بولدنا وبأمهاتهم؟ أكثر الأمهات، يعني كثير من الأمهات والله العظيم. كانت وحدة صديقتي الأم تقول أتمنى قبل ما أموت، أتمنى أشوف المجرمين اللي قتلوا ولدنا، أشوفهم قبال عيني قلبي ده يبرد. وهي توفت وما شافت هذا الشيء والله العظيم. وهذا الشيء ما كان الحكومة ما تقدمه لنا ولا تقول خل أبرد قلب الأمهات ولو بهذا الشيء. ليش؟ أنا أقول ليش يعني مستهانين بقتل ولدنا، يعني بدم ولدنا، وليش مستهانين بينا احنا الامهات الابهات الخوات؟ ليش؟ احنا ولدنا يعني مزرعة سبايكر كلش أليمة. يعني كلش أليمة. ايش قد ما اقول لك اياها والله قليلة بحقهم. أكيد أم مصطفى. واليوم إحنا دا نحكي بالموضوع حتى نسلط الضوء أكثر على الصعوبات أو التحديات الموجودة بكلا القانونين. إذا نجي على قانون الناجيات اليزيديات سيدة أديبة، أنت شلون تشوفين كانت إجراءات الطلب أو إثبات الاستحقاقات شلون كانت بالنسبة لكم؟ بالبداية صراحة كان في صعوبة بتقديم الطلبات أو نكمل الإجراءات مال التقديم، لأن كانت هذه أول قانون اللي صارت أول مرة هيك قانون بيصير بالعراق، وخاصة المديرية الناجيات كان عندها ستاف جدا جدا قليل، وحتى ستاف اللي كان بالمديرية يعني مو موظفينها الرسميين، كل واحد جاي من مكان. ولكن الصعوبة اللي كنا نشوفها ما كان في وضوح بالإجراءات بالبداية. يعني نروح نجيب كتاب من جينوسايد نروح ناخذها، يطلبونا نجيب واحدة من دائرة المختطفين. يعني تعبنا حتى جمعنا الأدلة مالتنا. وحتى يعني في ناجيات أنا كشخصيا يعني بقيت بالأسر 5 سنوات. يعني كانت بالإفادة مالتي والأمور كلها موجودة. أنا انأسرت 5 سنوات، رغم هذا الشيء كان في شوية صعوبة بالإجراءات ولازم نجمع أدلة أكثر. ولكن يعني كان هذا الشيء حتى في صعوبة، ولكن كان يعطينا الأمل حتى ناخذ حقوقنا. والشيء اللي أكثر أنا شخصيا تعبت فيه بالإفادة مالتي، إفادة المحكمة. هذا أنا مو مرة ومرتين حاكي عن هذا الموضوع، لأن بالبداية أنا أعطيت إفادتي بالمحكمة، ومن حقي أذكر أسماء المجرمين اللي اعتدوا علي واعتدوا على كل ناجية أو كل أم يزيدي أو غيرهم. فلما أخذت هما كانوا ما يريدون أن يصدقوا هذا الإفادة بسبب أنا ذكرت أسمائهم، وأنا ما تنازلت على هذا الأمر. ويعني شخصيا تنازلت عن الراتب، ولكن ما تنازلت عن محاسبة المجرمين اللي اعتدوا علينا. فبعدها مديرية الناجيات الست سراب الياس هي حلت هذا الموضوع وسويتها أنا يعني شخصيا. أنا يعني عملت كل الإجراءات، وحتى يعني
حصلت على هذا الراتب أو على هذا الحقوق اللي موجودة بقانون الناجيات. كان في بالبداية صراحة صعوبات لأن ما كان في وضوح بالإجراءات، ولكن الحمد لله يعني ما تنازلنا وما استسلمنا حتى كملنا هدول الإجراءات وحصلنا على حقوقنا. كل زين. أني كان عندي سؤال، إذا الجهات المنفذة لهاي القوانين إيش قد ساعدتكم، أو إذا كانت أكو أي جهات ثانية ساعدتكم خلال تقديم الطلبات. فحضرتك ذكرتي أنه دائرة الناجيات كانت موجودة وساعدتكم بهذا الشيء. بالنسبة لمؤسسة شهداء أم مصطفى، شلون ساعدتكم خلال إجراءات تقديم الطلب أو حتى تحديث المعلومات اللي دا يصير؟ دا توصلكم هاي المعلومات لولا؟ ما تقديم الطلب احنا قلت لك عانينا على مود المعاملات هواي نعاني بيها، يعني مثل الحكومية أو المؤسسات، يعني بأي معاملة نروح بها كلش نعاني، يعني مو بسهولة، كلش نتعب يعني. والمؤسسة ما تعطينا يعني إنه يعني مباشرة، لا تتحدثه عبر المواقع التواصل، يعني تعطي المعلومات. اكو امهات يعني ما يعرفون يطلعون بهذا الشيء، وهاي ما يدرون يعني بالمعلومات. ست المفروض يعني مؤسسة الشهداء يعني تتجاوب ويانا أو تعطينا معلومات إنه خاصة يعني باللي يصير بالمعاملات اللي تصير. هذا الشيء ماكو يعني، بحيث إحنا نروح يعني نريد معاملات مثلا يابا اكو هيك نزل موضوع على مود الشهداء مثلا، على مود قصدي عن البدل النقدي، يقولون لنا ماكو هذا الشيء. يابا انتم نزلتوا، لا ماكو هذا الشيء. زين احنا لعد وين نروح؟ احنا وين نروح يعني انتم دا تنزلون هذا الشيء يعني؟ لا بعد ماكو موازنة، ماكو يعني. هذا الشيء متعب بالنسبة لنا يعني. ايه مثلا مال الحج هماتنا نروح نراجع، لا انتم اعماركم ما توالم، انتم هيك انتم بعدين. زين ليش عاد انتم تنزلون اعمار اللي انا مثلا مناسبه الي؟ ليش يعني؟ خلونا نروح ونتواصل، وهم من نوصل لهم يقولون هذا الشيء ماكو. يعني اي معامله ما صارت يعني بالسهوله الا بالصعوبه، وما يتجاوبون ويانا. يعني اقل شيء هسه يعني احنا مثلا بدل النقدي يعني ماكو. مثلا هسه لا قطعه ارض، لا الفروقات، لا يعني هوايه يعني حقوق وتعويضات احنا ما ماخذيها، او نصها نقول. يعني هذا الشيء يعني احنا نسميه يعني ما متعاونين ويانا. يعني ليش؟ هذا مو حقنا، مو حق الشهداء. وها كلها يعني ما تعوض ابننا اللي راح، الوضع اللي صار بيه وصار بينا، ما تعوض اي تعويض ما يعوضنا على ابننا اللي راح. وهالامهات كلها اكو امهات كبار السن بحيث ما تقدر تمشي، ما عندها احد يعني، ما عندها احد يعينها يوديها على معامله. زين هي من دا تروح المؤسسه ودا تشوفوها قوه دا تمشي يعني. اكو بين حتى يعني كازه يعني، انا شاهدت يعني امام عيني، يقولوا لها حجيه روحي ماكو. ليش؟ مرات انا قلت لهم يعني قلها هي مره كبيره فاقده ابنها، اكو بين فاقدات 3، اكو بين 2 يعني. قلت قولوا لها قعدي حجيه ارتاحي. يعني انا شفت نفسي يعني والله اني مو مثلها، اني اقدر اروح اقدر اجي، بس بهم بصعوبه. كيف هاي المراه الكبيره العجوز؟ اقول لهم يعني ليش هذا التعامل يعني ويا هاي المراه الكبيره، واحنا عوائل سبايكر، احنا عندنا شهداء، احنا متاذاين. المفروض انتوا هذا الشيء تستقبلونه يعني وتريحونه، يعني تاخذونه بعين الاعتبار كانما احنا رايحين شيء من قلبنا. ما نجي عليكم تقولون لنا ماكو، واحنا نشوف عبر التواصل تقولون بدل النقدي مثلا مال العقار 30 من نروح يعني ماكو. زين شلون تعطوا انتم بعبر التواصل وتعطون هيك اكو، واحنا نروح نجيكم تقولون ماكو شيء، ماكو هذا الشيء، هذا الخبر غير صحيح. زين يعني شلون يعني تطلقون من كيفكم؟ لو تخلون الامهات التعبانه
يعني تجي تتعب وهي أصلا يعني تعبانة وابنها راح تجي تتعبوها وتقولوا لها ماكو. صحيح. ست هذا الشيء همات يعني نعاني من عنده. بالحكي عن التعويضات والامتيازات اللي هي ضمن قانون سبايكر أو ناجيات اليزيديات، أنتم حاليا أي تعويضات دا تستلموها؟ وإذا كان عندكم معلومات كافية عن كل الامتيازات الموجودة بالقوانين، إذا نبديها بالسيدة أديبة. فبالنسبة للامتيازات اللي دا ناخذها حاليا من قانون الناجيات الإيزيديات هو الراتب، ولكن مو كل الناجيات اللي عم ياخذوها، خاصة الناجيات اللي عايشين خارج العراق، لأن الناجيات الإيزيديات موجودة صراحة بعدة دول بالخارج، ومنهم كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا وإلى آخره، وما يقدرون يعني يجون على العراق ويقدموا الإجراءات حتى يحصلون على حقوقهم. نتمنى من الحكومة ومن المنظمات حتى يسهلوا هذا الأمر، حتى إذا هم ما يقدرون يجون على العراق يكملوا إجراءاتهم، يشوفوا لهم الحل حتى يسووا لهم هذا الأمر. على ما أعتقد في ألمانيا هم عم يسووها، ولكن مو كل الدول. والامتيازات هو الراتب، زايدا البند الثاني اللي هو توزيع قطعة الأرض. في من الناجيات وأنا منهم صراحة، أنا مستلمة قطعة الأرض، ولكن هذا البند هم يعني تنفيذه جدا جدا بطيء، لأن مو حلوة أنا هسه ماخذ قطعة الأرض وفي مئات الناجيات دا ينتظرون، يعني حتى بعض الأحيان يعني إحنا شو صاير فينا ما مصدقين، يعني بعض الأحيان دا يفكرون يعني يمكن هذه الوجبة أخذت وما نعرف هي العراق، يعني يمكن ما يستلموها اللخ يعني. فنتمنى أن هذا البند مال قطع الأراضي هم يتسارعوا بها وحتى يستلموا كل الناجيات، لأن الانتظار جدا صعب، وأحس بكل ناجي اللي دا تنتظر. في عدة بنود جدا مهمة ولكن هي بطيئة التنفيذ، مثل التعافي، مثل إعادة التأهيل، مثل الدعم النفسي. في كتير ناجيات دا يحتاجون هذا الشيء، لازم يغطوا من خلال قانون الناجيات، لأن هو الأهم شيء اللي دا تعافي الناجيات هو قانون الناجيات، لأن كل شيء اللي دا يحتاجوها الناجيات الإيزيديات والناجيات الأخرى هم اللي مشمولين بالقانون موجودة بالقانون الناجيات. فلازم تركيزنا كلياتنا، يعني حتى الحكومة دا تركز على هذا القانون حتى دا تعافى الناجيات، لأن كل تأخير بأي بند وكل تأخير بأي شيء اللي ما تنفذ بهذا القانون هي دا ترجع الناجية إلى نفس المأساة ونفس الألم. فنتمنى من الحكومة العراقية، نتمنى من الجهات الأخرى اللي دا تقدر يعني تساعد الحكومة العراقية أو تسوي يعني فتشي حتى يتنفذ هذا القانون بأسرع الوقت، فرح نكون ممنونين. وإن شاء الله كل ناجية اللي تعرضت على أي شيء اللي تأخذ حقوقها وتحصل على الشيء اللي دا تستحقها. أكيد إحنا هم نتمنى هذا الشيء. أم مصطفى، بخصوص التعويضات أو الامتيازات، مثل ما قلنا، شنو هي التعويضات اللي حاليا تستلموها أو الامتيازات، وإذا كان عندكم معلومات كافية عن كل الامتيازات اللي تتضمنها قانون سبايكر؟ ست على مود التعويضات ولها ست، احنا فقط احنا بس الراتب. ست واني قلت لك الراتب يعني الراتب يعني مقسم على الأم، على الأب، على الزوجة، على الأولاد، مقسم يعني. والباقي التعويضات مثلا على مود البدل النقدي والفروقات قطعة الأرض، هذا كليته هذا ماكو معطل يعني، غير يعني يعني مؤدي إنه ما يستجابون إنه يعني أكو ناس أخذت، أكو ناس ما أخذت، وما نعرف ليش شنو هالإجراءات بهذا الموضوع. زين ست هو الراتب
الراتب يعني مقسم، هل يعيش هل يسد. يعني هسه أنا من الناس أنا راتبي مقسم، وأنا قاعدة إيجار ومصاريف، ويعني تكاليف هواية، مثلا دكتور، مثلا أدوية، مثلا يعني أشياء هواية يعني تمر علينا، صدمات، وكل هاي كلها علاج وفلوس، يعني شيء يكفي الراتب يعني. وتعويضات ماكو، تعويضات ماكو. أم مصطفى، برأيك شنو إذا نجي على نقاط قوة بقانون سبايكر، وشنو الشغلات اللي تحتاج بعد تحسين، اللي تشوفيها أنه لحد هسه ما منفذة أو ما مضافة يحتاج أنه نضيفها على القانون؟ شلون تشوفين من نقاط القوة والإيجابية والسلبية؟ ستي أول شيء هو ما منفذ. أنا بدي أقول لك يعني ما منفذ هو. ما منفذ بالإعدام. ذول المجرمين اللي قتلوا ولدنا ذولا، هذا الشيء ما منفذ لحد الآن. وقلت لك يعني همتنا مال التعويضات هم منفذة، ومال الفروقات هم منفذة، هواي أشياء ما منفذة. إذا نجي القانون الناجيات همين، شنو تشوفين نقاط القوة والشغلات الإيجابية به، وبنفس الوقت شنو هي النقاط اللي تحتاج إلى تحسين؟ نعم، النقاط القوة بالقانون صراحة هي قانون اللي طلعت، يعني قانون بوحدها، يعني هذه نقطة القوة. لأن يعني من خلال هذا القانون صراحة شعرنا بوجودنا، شعرنا أنه الحكومة أو الدولة حست بما تعرضنا له. فهذه من أكثر النقاط القوة صراحة كانت بالنسبة لي وبالنسبة لكل ناجية إيزيدية. والنقطة القوة الأهم يعني صراحة يعني دا نحصل إن شاء الله على حقوقنا من خلال هذه القانون. صح، الشيء اللي تعرضنا عليه يعني التعويضات وهالأمور ما دا تعود، ولكن هذا حق أي شخص أو أي ناجية أو أي إنسان اللي ما تعرض له، هذا حقه دا إن شاء الله من خلال هذا القانون دا يحصل عليها. والتحديات أو الشيء اللي دا نشوفه بطء تنفيذ هذا القانون. هو صراحة هذا الشيء اللي دا ينزعج، يعني جدا جدا بطيئة تنفيذ هذا القانون. ومنهم عدة بنود، مثلا في آلاف الناجيات الإيزيديات مصيرهم مجهول. وين يعني لازم تكون في لجنة، لازم يعني موجودة بالقانون، يعني هذا أحد البنود يعني، ولكن ما في شيء يعني على أرض الواقع الشيء اللي المطلوب. في أمور ولكن ما في شيء المطلوب. يعني في عدة بنود صراحة جدا جدا مهمة بهذا القانون، ولكن جدا بطيئة تنفيذها، أو حتى يبدأوا بهذا البنود اللي جدا مهمين. فهذا هو الشيء اللي صراحة نتمنى أن يتسرعوا بتنفيذ كل بند من بنود موجود بهذا القانون، حتى الناجيات تتعافى من الألم اللي عندهم، حتى تعافى عوائلهم. صحيح. بعد ما صارت الإبادة الإزدية أو مجزرة سبايكر، أكو محاكمات صارت للمجرمين داخل العراق وخارج العراق. سؤالي هنا، إذا أنتم شاركتوا بمحاكمة واحدة من المجرمين أو تعرفون أشخاص شاركوا بهاي المحاكمات لو لا؟ ست طبعا إحنا أول بداية الأمر يعني حاكموا المجرمين، وإحنا رحنا واجهناهم محكمة، واجهناهم وحاكموهم. بس ست من حاكموهم يعني ما نفذوا بيهم، قلت لك الإعدام. فإحنا فرحنا بذاك الوقت اللي إحنا كنا قاعدين ودي يحاكمون المجرمين اللي قتلوا ولدنا، يحاكموهم وحكموهم بالإعدام. إحنا شوية يعني شلون يعني نقول حقنا انأخذ، يعني حق ولدنا انأخذ. بهاي الفترة إحنا ظلينا التاني يعني ذولا وين اللي حكموهم بالإعدام وأمام عيننا. يعني هم رادوا رضانا، على أساس رادوا رضانا بحيث حاكموهم قدامنا. هاي بداية الأمر، بداية
ست احنا ظلنا الثاني يعني دائما نسأل، وست احنا هواي يعني اشتكينا وطيناهم أدلة، يعني هواي انطيناهم أدلة على أشخاص ماكو، يعني لا جابوهم لا حاكموهم من عدد هذول، لا جابوهم لا حاكموهم من عدد اللي هم هسه بالخارج، قسم من القتلى ولدنا هم بالخارج ويعرفوهم، يعني عرفوهم مو ما يعرفوهم، وناس نطت أدلة من عوائلنا السبايكر، نطتهم أدلة يعني حيث المكان اللي البيت يروح له يندله، حتى البيت الطوهية قالوا له هيك مكان ست ماكو هذا الشيء، يعني ما دا يصير هذا الشيء وما نعرف ليش شنو الأسباب. فأنا ست قلت لك يعني هذا الشيء يعز علينا، يعني إحنا لحد الآن أطالب كلنا إحنا عوائل سبايكر، الأمهات الآباء كلتنا يعني مصدرين هذا الشيء ومتانين هذا الشيء، نشوف هذول اللي كتلوا ولدنا نشوفهم معدومين أمام عيننا، ويا ريت هذا الشيء يتحقق، يا ريت. مصطفى، شنو معنى العدالة بالنسبة لك؟ شنو تتمنين حتى تتحقق المحاسبة أو المساءلة بحق المجرمين بالعراق؟ ست هم يعني يقعدون يحاسبوهم، يا ريت يقعدوهم، يا ريت يقعدوهم، وإحنا الأمهات نكون موجودين، يا ريت، وأمام عين إحنا نحاسبهم، أنا من الناس وكثير من الأمهات نقول هذا، يعني نقول هذا الكلام، يا ريت قدامنا يحاسبوهم وإحنا هم نحاسبهم، يا ريت هذا الشيء يسوون إياه ويريحون قلبنا، يريحوا إحنا هاي الجمرة شوية يطلعوها من قلبنا عاد. يعني سو بعد أقول إلى متى، يعني إلى متى هذا الشيء ما يتنفذ؟ ليش هم مو مجرمين؟ هم مو كتلوا ولدنا؟ كم واحد مو 1700؟ ليش لحد الآن قاعدين مرتاحين ولدنا بالتراب والأمهات مفرفحة؟ يعني أنا أدي أعرف ليش. أكيد إحنا بانتظار، إحنا مفرفحين ست، إحنا مفرفحين، يعني صرت أساني قوة، يعني ساكتة قوة دا أحكي لك والله العظيم الحكي كله نسيته أمانة الله، يعني أنا من أجيب طاري ابني والوضع اللي صار بابني، يعني يمكن أقول لك يعني أكو كلمات هواية تروح من عندي، أكيد يعني هالقد ما الألم بي، يعني ما أقدر أحكي. ست هو هذا اللي نتمناه، وتعويضات الله كريم إذا هاي وراها عادي، بس إحنا نريد محاكمة المجرمين. أكيد هذا إحنا أقل وياكم. شيء، هذا أقل شيء يعني ما يبرد قلبنا. وياكم إن شاء الله حتى نوصل إن شاء صوتكم. الله إحنا هماتنا نريدها منكم توصلوا لنا هاي الفكرة، أكيد. لأن إحنا جايين من بغداد لهنا وطريق الخطر، أكيد الخطر متعناين لكم توصلوا لنا هاي الفكرة، يعني إحنا نريد هذا الإعدام بحق ولدنا، مو يطلعوهم شو يصير بينا؟ يعني هذول قتلوا ولدنا والسجون مرتاحين، وراها هم يطلعون. وإحنا شاكرين جهودكم. وين الحق؟ هذا حق؟ إحنا هذا إحنا ما نسكت عليه، إن إذا طلعوا المجرمين اللي قتلوا ولدنا وبالسجون مرتاحين وبالأخير طلعوهم ما نقدر. سيدة أديبة، مثل ما نعرف أنه محاكمات للمجرمين داعش همين دا يصير داخل العراق وخارج العراق همين، فالسؤال نفسه إلك إذا حضرتك حاضرة المحاكمات أو سامعة ناجيات أخرى حضرت، يا ريت تحكي لنا عن هذا الشيء. نعم، فصراحة هذا من أهم نقطة بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لكل ناجية، لأن هذا من أهم النقاط اللي دا تحقق العدالة، وحتى يعني نحس أخذنا حقوقنا وصارت العدالة. فصح دا تصير المحاكمات، ولكن بالعراق ما أعتبرها صارت يعني محكمة، يمكن محكمتين ما أعتبرها صارت. أما بعدة دول صارت مثل فرنسا مثل ألمانيا، فصارت عدة
محاكمات، وأنا شخصيا ما حضرتها، ولكن أنا مستعدة يعني أسوي هذا الشيء. وهذا يعني كيف ما كان دفع ثمن، أنا مستعدة أعمل هذا الشيء، لأن هذا من حقي ومن حق كل ناجية. بالعراق صراحة ماذا أشوف يصير هذا الشيء؟ ليش؟ لأن الأدلة موجودة، وكل ناجية اللي راحت قدمت على قانون الناجيات هي أعطت إفادتها بالمحكمة، وهي ذكرت أسماء المجرمين. ليش العراق ما تفتح المحاكم؟ الشيء اللي سوت العراق كانت بدها تعمل عفو العام. شنو احنا ناصرنا على هذا الموضوع، ولكن ردهم شنو كان ردهم انه مو الدواعش. كيف رح يعرفون هذا الدواعش اذا ما في محاكم وما تسوي الادله؟ كيف رح يعرفون؟ فهذا صراحه ما أشوفها أبدا دا تصير، وأتمنى وأطالب من الحكومة العراقية ومن الجهات الأخرى هم هذا الشيء يصير، لأن هذا من حقنا، وهذا اسمها العدالة. إذا شفنا هذا الشيء ويحاكمون المجرمين راح نحس صح تحققت العدالة. بس من غير هذا الشيء لا، ما أحسبها أبدا تحققت العدالة، وهذا من أهم البنود بقانون الناجيات الإيزيديات. وشكرا. شكرا لك. إذا صارت عندك فرصة أنه تلتقين ويا صناع قرار بالعراق، شلون راح توصلين صوتك؟ شنو راح تقولي؟ شنو أكثر شيء تطالبين به؟ وشلون راح توصلين رسالتك ورسالة كل ناجية يزيدية إله؟ نعم، فأول شيء اللي راح أقول لهم أنه كافي توعدون الناجيات أو الناجيون فقط وعود كاذبة صراحة. الشيء اللي راح أقولها نفذوا الشيء اللي أنتم تقولوها، نفذوا. وأهم شيء اللي تحتاج الناجيات حتى تتعافى أو تحتاج عوائلهم هي محاكمة المجرمين صراحة، هي تنفيذ البنود اللي موجودة بقانون الناجيات، هي اللجنة تدور على الناجيات الأطفال أخواتنا اللي مجهولين مسيرهم. فهذا هو الشيء اللي راح أقولهم. وكافي صارت 12 سنة، كافي. لحد ايمت راح نتألم؟ لحد ايمت راح نشوفها كل يوم كأنها إبادة صارت من جديد؟ هسا قربنا ل3/8 أو 15/8، كل ذكرى نحسها هي أول يوم، مو صارت 12 سنة. ليش؟ لأن ما تعافينا بسبب الدولة اللي موجودين فيها، بسبب حقوقنا اللي ما نحصل عليها، بسبب الشيء اللي نحتاجها ولكن ما نشوفها. لحد ايمت؟ صحيح. نفس الشيء الأم مصطفى، شنو الرسالة اللي راح توصليها لصناع القرار بالنيابة عنك وعن كل أمهات المفقودين أو الشهداء؟ شنو أكثر شيء تطالبون به؟ يعني إحنا نطالب، ورسالة نطالب بالرفات، نطالب بأولادنا اللي كان عايشين نريدهم، وكان مستشهدين نريد رفاتهم. لا يخلونا هيجي، لا يخلونا معلقلين نقول وين، ما نعرف مصيرهم وين. احنا هم هذا الشيء بالطب العدلي، بالطب العدلي دائما كل 4 سنين، كل 3 سنين يطولهم فد رفات، يعني عداد 20 أو 30 أو 40، ويعيدون المواجع مال العوائل والبقايا في انتظار وخوف. يعني ليش نقولهم ليش يعني هاي هيك الرفات كل فترة تطون 20 أو 30؟ ليش يعني؟ وتنعاد تنعاد يعني الفاجعة، والبيت يرجع الكآبة واللطم والهاي. وإحنا بالبداية اللي شفناه نفس الحالة، تردون يعني تعيدون، وإحنا نخاف البقايا، هماتنا نخاف يا يوم يطونا الرفات وتنعاد نفس المأساة. زين انتوا ليش ما تفضوها؟ انطونا كل بيت الموجود الرفات، احنا نعطين التحاليل والهاي، انطونا كليتنا الرفات وخليها شغلة تخلص.
حتى نرتاح. زين أنا من الناس ما عندي رفات، ما عندي، لا انطوني رفات ولا أدري ابني عايش، ولا هم اعطوني الرفات حتى اقول اي والله اعطوني رفات، والدليل هم وياه نريده، مو بس يعطونا الرفات اعظام ويعطونا اياها، اريد الدليل. الدليل هم. زين ست انا اذا انا ما عندي رفات، زين انا وين اروح اريح نفسي؟ مثلا انا مثلا عندي الرفات موجود عندي، اروح المكانه، اروح المكانه ابكي يم قبره، عاتبه، يعني اكو مكان إله هو موجود. يعني انا فرفح روحي ما اعرف وين مكاني، ما خلونا يعني فشي. هذا الشيء هماتنا ما مرتاحين، ما اي شيء ما ريحونا بيه، لا نطونا الرفات وريحونا بيه، لا قالوا لنا اكو موجودين وقلتوا لنا عليهم، يعني بكل شيء هم ما يعني ما ريحونا ولا استجابوا لنا اي شيء. احنا هذا الشيء همتنا نطالب بالرفات. نعم. إذا عفوا اي لان هم كل ما نقول لهم ليش وين الرفات ما ادري يعني البقايا ليش يجي كل سنه العائله تعطوها قسم وتهيجونا وترجعون مأساتنا، يقولون ماكو فلوس حتى نسوي الاجراءات مالت التحليل. زين ليش ماكو فلوس؟ ليش؟ زين، إذا نجي على الناحية النفسية، ولو أنه من خلال أجوبتكم الغير أسئلة هاي همين ذكرتوها أكثر من مرة، من الناحية النفسية شلون أنتوا دا تتعاملون ويا هذا الشيء، خاصة ويا آلام الفقد أو حتى العنف اللي صار، وأنتوا لحد هسه ما متأكدين من الفقد، أو لحد هسه ما صايرة محاسبة، أنتوا شلون دا تتعاملون ويا جانب النفسي، وشنو أكثر دعم أنتوا تحتاجوه؟ ست الدعم النفسي قلت لك يعني احنا كلش متأذاين، واحنا يعني احنا انا بالنسبه لي وباقي الامهات يعني احنا لا نعطينا رفات ومرتاحين، ولا نعرف ولدنا وين ومرتاحين، يعني دائما عيننا على الباب لحد ما انفقدوا، بيوم انفقدوا لحد هسه عيننا على الباب. ليش؟ لان ماكو شيء احنا يعني موضح إنه ونعرف مصير ولدنا، ضالين إحنا على الرقم. مرات يجيني رقم غريب وحتى أنا رقم ما أقدر أبدله، بحيث يضيع الرقم مالتي، وبحيث أحاول أرجعه في سبيل أقول خاف يوم من الأيام ابني يعرف هذا الرقم. يعني هيك يعني هيك الأمل. وست يعني هذا همتنا حالتنا النفسية والصحية همتنا تعبانة يعني بهذا الموضوع. ست يعني هم ما يقدرون يعني يسوون شيء يريحون الأمهات، كل شيء قادرة الحكومة العراقية، كل شيء قادرة، بس ليش هالاستبعاد على هذا الشيء؟ ليش استهانة بولدنا؟ ليش استهانة بالأمهات بالأبهات؟ ليش؟ يعني ليش احنا شنو احنا لهم بالنسبة؟ وحالتنا النفسية كلش تعبانة. يعني ست يعني أقل شيء يعني أنا يعني ما قلت 24 ساعة متوترة. يعني إذا أضغط على نفسي، إذا أريد أضغط على نفسي أتحمل في سبيل قوة، أتحمل على نفسي في سبيل ما أنفعل. فهاي هي دائما وياي الانفعال، دائما وياي، لأن مشكلة ابني ووضع ابني مستحيل تنشال من بالي. أمانة مو بس حكي، مستحيل بدها تنشال من بالنا. ناكل ويانا، نشرب ويانا، أضحك مرات والله العظيم إذا شوية ضحكت راسا أسكت، أقول معقولة أنا أضحك وابني ماكو؟ يعني ليش هذا الشيء بينا؟ يعني أنا قلت شها للأخير ابني راح، كل شيء راح وياه، يعني بحيث ظلمت الدنيا، يعني ظلمت الدنيا بعيني أمانة الله. يعني قد ما قلت إياها قليلة. يعني أنا قوة دا أتحمل الوضع اللي أنا بيه، وعلى انتظار وعلى أمل. أكيد ما أكثر من هذا. هذا الشيء أبد ما كان سهل بالنسبة لكم، وأكيد إحنا كلش متفهمين هذا الشيء، وإن شاء الله إنه تصير المحاسبة وتصير المساءلة حتى تريح قلبك وقلب كل أم إن شاء من الله. فقدت ابنها إن شاء ابنها. الله. وهذا الشيء نطالب به لحد ما نموت. هذا الشيء نطالب به.
سيدة أديبة من نفس الشيء، إذا تحكي لنا عن الناحية النفسية عن هذا الموضوع، وشنو الدعم اللي أنتوا تحتاجوه؟ نعم، رحلة التعافي صراحة رحلة طويلة جدا، خاصة بالنسبة لنا، لأن الشيء اللي تعرضنا له ما كان قليل، لأن بدها رحلة طويلة صراحة حتى نتعافى منه. ليش؟ لأن نحن عايشين صح، مو مأسورين، ولكن تقريبا بنفس المأساة عايشين. الشيء اللي نحتاجها صراحة هي الدعم من خاصة من الحكومة، خاصة المنظمات بالبداية صراحة ما قصرت، ولكن هي هسه يعني المنظمة مؤقتة، ما يعني الناجيات تحتاج شيء دائمي. هسه مثلا قانون الناجيات دائمية لازم نركز عليها. ليش؟ لأن هي مو منظمة دولية سنة سنتين وهي راح تروح، أما المنظمة الدولية ما تقدر يعني تبقى يعني مدة طويلة حتى تعالج كل الناجيات. فهذا الشيء جدا مهم، الدعم، المحاسبة المرتكبين هذه الجرائم، رفات وين لحد ايمت راح يجون رفاتنا ندفنهم. فهذا شيء جدا مهم. المسير الناجيات يعني اللي مأسورين بعدهم مسيرهم مجهول، هذا شيء جدا مهم. وأني شخصيا صراحة تعبت من هذا الشيء، يعني ما عالجت نفسيا صراحة أبدا من بداياتي، ولكن شفت أني لازم أساعد نفسي حتى أقدر أساعد غيري، حتى أقدر أساعد غير ناجي، حتى أقدر أطالب بحقوقنا. فالحمد لله أنا من بعد ما رجعت حاولت أدرس، رجعت على دراستي، خلصت سادس إعدادي خارجي، ولو كان فيها يعني صعوبة لأن لازم أدرس خارجي وأموره كان في، ودرست، رحت على الجامعة درست قسم International Relations and International Law. كانت أحد يعني من بعد ما صار فينا صار أحد أحلامي أدرس علاقات دولية وقانون دولي. ولكن مو كل ناجية عندها إرادة هيك، يعني مو كل ناجية، لأن في كتير ناجيات تحتاج صراحة تحتاج دعم، تحتاج معالجة نفسية، تحتاج تشوف يعني دعم معنوي، إعادة تأهيل مدى يعني مدى بعيدة مو مدى قصيرة. فنتمنى أن تركز على هذا الأمر. شكرا لك. إذا بنهاية الحلقة أنت توجهين رسالة لكل ناجية بهذا اليوم، خاصة أنه هاي الحلقة راح تبث في 3 آب، شنو الرسالة اللي أنت تردين توجهيها لكل ناجية؟ نعم، رسالتي لكل ناجية أو ناجي، لكل أم، لكل أخت، لكل أخ من الناجيات والناجين الإيزيديين: أنتم رمز القوة، أنتم أقوى من كل شيء، أنتم أقوى من الشيء اللي صار فيكم، أنتم اليوم رمز من رموز القوة بالعالم مو فقط بالعراق. وأتمنى أن تحققوا اللي تريدون. أتمنى أن تعافوا، أتمنى أن تكونوا قويين، وأن تكونوا فخورين بأنفسكم. وهذه رسالتي لكل ناجية، وأنتم رمز الصمود ورمز القوة. شكرا لك أم مصطفى، شكرا لك لأن شكرا من بغداد جيتينا. شكرا جزيلا. إذا أنت همين توجهين رسالة لكم أم فقدت ابنها أو استشهد في مجزرة سبايكر. يعني رسالتي أقول يعني إحنا شيعة والأزيديين والشبك والتركمان، كلتنا إحنا دم واحد، كلتنا إحنا تأذينا، أذانا داعش، كلتنا إحنا يعني نفس الأذية. فأني شو أقول إحنا نظل أجيالنا نظل يعني شلون نفهمهم يعني هيك سوى بينا داعش، هيك أذانا داعش، هيك يعني فتبقى أجيالنا تحكي من جيل لجيل، يعني بحيث تبقى جريمة داعش
من أجيال الأجيالنا تبقى راسخة بدماغهم. هذا اللي نريده، تبقى يعني من ناس الناس تبقى. فأنا أقول عاراً على مجرمين داعش. وإن شاء الله إحنا إن القوة والثبات والأجر مثلا نقول بمصابنا بولدنا. الحمد لله والشكر على كل حال. شكرا لكم، شكرا لوجودكم اليوم جزيلا. هنا. احنا كان هاي الحلقة محاولة من عندنا حتى نقرب المكونات أو الناس المجتمعات اللي تضررت من داعش وتصير تضامن بيناتهم. شكرا لكم وشكرا لأجوبتكم. شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. شكرا شكرا جزيلا.